اللي صار اليوم نقول انا الخبث التحكيمي اللي شفناه، حكم كان يمد الاخطاء للمنتخب المغربي، للمنتخب الكاميروني لما يكون بعيد على المنطقه المغربيه. مد كروت للمنتخب الكاميروني في الوقت اللي كانوا اقل شيء 3 كروت صفراء للاعبين المنتخب المغربي. هذه والله العظيم والله بكل حياديه، يعني ماهيش بينالتي اللي كانت واضحه للمنتخب الكاميروني. اقل شيء ارجع للفار، صح، اقل شيء ارجع للفار، الا اذا الفار داخل في انا قلت الفار هو يستدعيك داخل اللي فيها شك. الفار داخل في الشكشوكه ما يستدعيش. لما ما يستدعيش تلقى امر تقييمي للمدرب الحكم ما شافش. نظن هي كانت مباراه كره قدم على كل حال. هذا ضخموها، كبروا الحكايه وردوها، يعني مساله مش عاديه. العالم باسره على كل حال شاف ما كانتش تستاهل كل هذا الشيء، ولكن تبقى الكلام اللي قلته امس راح نزيد نقولوا الان، اللي هو الكوب دافريك هذه اذا كان ما خدتهاش باش ياخذها منتخب غير المغرب راح تكون معجزه من المعجزات ال10. يعني راهم يفون تو فير. اليوم ايطولي المفروض كان يكون موجود مع موتسيبي والرئيس الجامعه المغربيه لكره القدم، ما كانش حاضر. وين كان؟ ممكن كلا في الحكايه، ممكن قالوا له ضرب النح. سي با نورمال. شفنا امور غير عاديه في المباراه، وكل شيء ممكن، كل شيء ممكن. اذا اللعيب بقى والمهازل التحكيميه بقاو، وهذا اللي تخوف منه. انا لما نتكلم عن المباريات تقول لي نيجيريا وتقول لي كذا، تقول لي انا راسي كل يوم يروح للحكم. اليوم احنا كيفاه راح التحكيم غدا ان شاء الله راح يكون مع نيجيريا والجهه الثانيه ان شاء الله لو نتاهلوا الحكايه راح تزيد تكبر اكثر من الكاميرون، من اللي حكم الجزائر والمغرب. حتى المغربي، انا اعتقد مغربي لم يكن الجنسيه يكون مغربي القلب. بارك الله يعني راح يكون بارك الله فيك. يعني راح تكون فيها هذه، لانه اليوم اصبحت الامور واضحه للعيان. منتخب تاهل بركله جزاء حرم منها المنتخب الكاميروني، وقبلها مع تنزانيا اللي كانت ايضا فضيحه تحكيميه، وفي دور المجموعات فضيحه تحكيميه. يعني هناك منتخب يلعب مع الحكم. لهذا دائما احنا ليس من باب انه التهويل، وليس من باب انه الاعلام الجزائري هو دائما يتحدث عن التحكيم، وانما كل الاعلام العربي والافريقي وايضا العالمي. حتى وكاله رويترز قالت انه في المباراه السابقه واللي هي حياديه، قالت انه المغرب تأهل والجدل يبقى قائم في مباراته مع منتخب تنزانيا. مش عارف كرة القدم اليوم وكأس افريقيا وين راح توصل، لانه اليوم نستطيع القول مشاهدينا الافاضل انه كأس افريقيا اليوم اصبحت نسخة خاصة جدا ومثالية. من حيث ماذا؟ من حيث الفضائح التحكيمية، لانه يستحيل انه لما نقول اليوم المغرب علات سقف الفضائح التحكيمية نقول لها برافو، صحيح عليتي سقف الفضائح التحكيمية، ويستحيل انه في المستقبل راح يكون فيها نسخ مثل هذه. حتى الشغف قاسم مهدي باش تتحدث عن المباريات وتفاصيلها يروح لك، انه انت كلاعب كره قدم لما الحكم يحرمك من حقك في لقطه وفي لقطتين، كيف يكون الفكر والتركيز تاع اللاعب؟ يولي يتقلق، يولي كيلعب في الميدان يولي يلعب مع الاربيت، يولي مبيرتوربي. وشفنا كما قال سعيد وين يعطي لهم لي فوت للكاميرون، يعطي لهم غير لي فوت اللي بعد على البوكس تاع المغرب. شغل الاربيت دار الغول تاعو انتيليجامون. انا خلعت كما عطا لهم ضربه جزاء، هذه عيب كبير. كما قالوا خوتي المينيموم تولي للفار. بصح انت كي تلعب وتشوف بلي الاربيت وين لازم يمد لك لافوت ما يمدها لكش، يمدها لك غير في الكون تاعك، اوتوماتيكمون تتقلق. وشفنا بلي لي جوار تاع الكاميرون كانوا مقلقين شويه. نظن في الشوط الاول شفناهم ما دخلوش في المباراه كما لازم، كانوا بزاف لاتيين مع الاربيت. انا نقول دوماج لو كان لعبوا شويه كما الشوط الثاني بلي 15 20 ديرنيير مينوت كانوا قادرين يديروا حاجه، باسكو ماشي المروك اللي شفناهم زعما مستوى كبيره ولا ابار ابراهيم دياز. ما انا نظن باللي ما شفت حتى مستوى من عندهم. يستناو كوت بياريتي ويستناوك على بالك باللي يعاونوهم. منين يعاونوهم؟ نظن باللي قضيه ميدان ما شفتش انا 2 باس 3 باس كونسيكوتيف اكسيون اللي لحقوا اللي بوا بها ولا دي دوبلومون تاع لاريير لاتيرال ولا ما شفنا حتى حاجه. شفنا باللي اللعب المباراه لعبت انتيليجامون من جهه لاربيت. لا بروف انت خالد في بلادك وفي ستادك، والكاميرون بلا ما نحوا القدرات تاعهم ما كانوش في المستوى كبير اليوم. ولاو هما كي كانوا رابحين 1-0 ولاو كاع للمروك كانوا يستناو في الكاميرون كيش ما قريب يقولوا لهم ايغاليزيو لنا. فهمت؟ دونك نظن باللي انت كي تكون فريق قوي كي تشوف نيجيريا مع موزمبيق ديريكتومون راحوا بربعه ما كاش. هما في بلادهم مع الغاشي تاعهم واللي حكم معاهم والناس كاع معاهم، وشفنا 2 كوت بياريتي اللي سجلوا بهم. مي انا نظن باللي والله غير بينالتي وهي اللي غيرت كاع المباراه. خويا انا لو كان عطى لهم حقهم يتبدل